ازمه كهرباء ما نزلتش من على شجره. ده ازمه كهرباء كان وراها ناس خططت ودبرت، وخدوا الراجل من قبل ماتش قمه في الزمالك ب 48 ساعه افتعل الازمه وبوظ الدنيا وتسبب في خساره الزمالك للماتش. بعدها جه اتفق مع من جه من بره على النادي النادي الاهلي. اذا انت امام كانت في مؤامره اهلاويه لخطف كهرباء وافساد فريقك في التوقيت ده. الفريق ده كان في التوقيت ده بيضم اشرف بن شرقي وبيضم فرجاني ساسي وبيضم الفريق العظيم طارق حامد وبيضم وجنش والمجموعه اللاعبين ومصطفى والناس اللي كانت مكسره الدنيا دي. فعشان يخترقك على طريقه رضا عبد العال زمان لما خد رضا من جنب حماده عبد اللطيف في التسعينات فوقع نادي الزمالك، النهارده خد منك كهربا برضه وعمل لك شويه فتنه وخده فمشي. فانت حضرتك دلوقتي بتناشد النادي الاهلي، انا برضه بقول لك انا عايز افهم مع حضراتكم، بتناشد النادي الاهلي ازاي يساعدك في انه يتكلم كهربا يدفع الغرامه؟ يا سيدي عنه ما دفع، يعني عن كهربا ما دفع. كهربا كل يوم بيعدي معاه النتيجه شغال، العداد شغال، الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب زي ما بيقولوا. يعني هو المفروض ان المحامي بتاعه ورطه والناس القريبين منه ما كانوش مخلصين لوجه الله في نصيحه الراجل ده، في نصيحه مع كهربا، فاثروا على مصيره كهربا واثروا على اداء كهربا واثروا على تركيز كهربا، وفي النهايه هيدفع. زي ما انت في النهايه فلوس شيكابالا دفعت، ما قدرتش تروح شمال ولا قدرت تروح يمين. مش في النهايه الزمالك دفع فلوس الغرامه اللي موجوده عليه في سبورتنج لشبونه؟ هل قدرت تكمل انك انت تلعب من غير ما تدفع الفلوس؟ لا، اتمنع قيدك ووقفت. فبرضه كهربا هيتوقف، ولو اتوقف العقوبه انت دلوقتي تقدر تبدا تقاضيه، بتحول القضيه المدنيه كمان في مصر تحجز على كل ممتلكاته لو انت عايز. انما الاهلي قالوا ساعدوني، يساعدوك ايه يا كابتن حسين؟ يعني يساعدوك بتوع ايه؟ لا، فهو هيدفع غصب عنه، ومش عايزين نطالب حتى كهرباء بالدفع. يا جماعه اعتبروها انتوا عندكم مشروع استثمار. على فكره موضوع الكهرباء ده والله مشروع استثماري هايل للزمالك، مشروع استثماري هايل. وعلى فكره لو محامي كهرباء خايف على مستقبل كهرباء دلوقتي بعد ما كان في ارتفاع غير عادي وغير طبيعي في سعر الدولار كان هيخلي كهرباء يدفع مبالغ بتوصل ل 2 مليون 200 مليون جنيه تقريبا. دلوقتي لو ينصحوا لوجه الله يدفع الفلوس دلوقتي، الدولار نزل تاني ل 30 جنيه بسعر البنك ولا 31 جنيه. فانت عندك فرصه انك تسدد بارقام عاديه. لكن انت بادئ بالغرامه كانت واصله 45 مليون تقريبا ل 2 مليون دولار ولا المليون ونص، النهارده وصلت ل 2 ونص مليون، والدولار بقى وصل لمرحله ب 65 و70 جنيه. النهارده تراجع بقى له 3 ايام عشان فكره السيطره على الاسواق اللي بيحاول يعملها البنك المركزي. فبالتالي انت عندك الفرصه انك تقول لكهرباء يا كهرباء لوجه الله ادفع يا ابني فلوسك، روح الزمالك يمكن الناس توافق تعملها لك على دفعتين، يمكن الناس تساعدك في مساله السداد. انما الراجل بيطلع اللي هو مش محاميه اصلا، ده هو محاميه على المستوى هنا المستوى المحلي. الكهرباء عنده محامي دولي مع الفيفا، لكن المحامي بتاعه اللي هنا بيسترزق، يعني بيستفيد من اسم كهرباء وشهره الاهلي والزمالك، ويقول لك محامي كهرباء ويقول كلمه على الزمالك ويسف عليه يطلع يستظرف بجمله. وفي ان عندك ضمير حي اقف مع كهرباء وقول له تعالى امتى تدفع الغرامه. هيدفع حتى لو اعتزل كره القدم هيدفع. يعني حتى لو هيعتزل الكره دلوقتي برضه هتدفع، هتحول لقضيه مدنيه وانت مدان بالمبلغ ده زي ما حكم محكمه جنايات عندنا خلاص حكم عليك، هتنقل بس البتاع من المحكمه الدوليه اللي هنا لمصر وهتاخد حقك. فده بمناسبه كهرباء ومناسبه تصريحات الكابتن حسين لبيب برضه اللي انا برضه بخلص هو مع حضراتكم كلام عليها وشرحتها بشكل يعني فيه يعني اسهاب. لكن برضه انا مش فاهم هو بيوسط النادي الاهلي ليه؟ يا سيدي الفاضل ده النادي الاهلي اللي وداك للمنطقه دي. يا كابتن حسين ده النادي الاهلي اللي خد منك كهرباء، ده النادي الاهلي اللي طول الوقت كان بيقول له ما تدفعش. وكانت الازمه الاول وجود مرتضى منصور، ان في ازمه في مرتضى منصور وطك طك والجراميط بيقطعوا في بعض. طب ما هو ما فيش مرتضى منصور ودلوقتي في عندنا رئيس نادي ومجموعه اهو بيتعاملوا مع الاهلي بهدوء بصوت واطي، لدرجه انه رئيس نادي الزمالك اهو رايح يقول لك انا هتعامل مع الاهلي الو والنبي ساعدوني اخد الفلوس من كهرباء. فانا حضراتكم تحكموا عليه، انا والله ما قادر اصنفها. هل انا ابقى مع موقف رئيس نادي الزمالك ولا ضده؟ لانه ما فيش كده، هي قضيه شخصيه على اللاعب، النادي الاهلي ملوش علاقه بيها خالص، ملوش علاقه. النادي الاهلي كان مخرج في وقت من الاوقات وخلص الاخراج بتاعه وعمل المشكله اللي عايز يعملها وضم كهرباء. عليك بقى انك انت تلحق. انا سمعت النهارده كمان يعني للاسف انه في جلسه في فيفا في شهر مايو في شهر 5
وما تحطش على الرول بتاعها قضيه كهرباء تاني. ما انا بقول اهو حضرتك، انا بقول مش طرف، والله انا بقول الاهلي مش طرف قانوني فيه. انا بقول له انت ليه بتطلب من الاهلي؟ حضرتك اهلاوي وانا بتكلم اهو بعقلي يعني. بقول لرئيس النادي الاهلي انت بتوجه الكلام للاهلي ليه؟ الاهلي مش طرف. خلاص. يعني انا مش محتاج انك تنظر عليا، انا بقول لك ان الاهلي مش طرف. انا قلت الاهلي هو اللي خطف كهربا، لكن هو مش معني بالغرامه دلوقتي، لان كهربا لبس لوحده. فطالما ان كهربا المعني بالموضوع، الحق بقى على الفيفا. كلامك مش مع الاهلي، كلامك المحامي الدولي تجيبه زي ما حليت مشاكلك كده وازماتك مع على مستوى الفيفا والمحاكم الدوليه اللي كانت موجوده والغرامات والعقوبات. افتح تاني ملف الراجل في الفيفا، وشوف بقى امتى تاخد حقك وامتى تحط القضيه على تاخد دورها لانه الجلسه اللي جايه وقت ما هتتحكم فيها، سواء في شهر 5 او شهر اغسطس مثلا، هيبقى حكم نهائي بات، هو عنده حكم. لكن دي فتره الاستئناف، هيبقى حكم بات. فبالتالي انت شغلك مع المحامي. يعني لو المحامي عنده عايز محتاج فلوس، ادفع فلوسك، تعالى شوف القضيه وصلت لفين، تعالى ناقشني، حد يسافر له مكتبه يقعد معاه، لازم يبقى فيه، لان المبلغ بقى مبلغ كبير. وبعدين بعيد عن المبالغ وبعيد عن الفلوس، هي قضيه تمس نادي الزمالك، لانه لعيب اخل بعقده ومشي بشكل مخالف، ولسه لحد النهارده بيكابر. يعني فاهم، بيكابر ويقول لك لا ده ما هربش، لا ده عقده كان مزور. عقد ايه اللي مزور؟ بقى اتحاد الكوره هيزور للزمالك؟ هتودونا لحته تانيه خالص. اتحاد الكوره هيزور للزمالك او هيقبل عقود من كهربا من الزمالك مزوره الكهرباء؟ طبعا مساله يعني ايه، كله هري في هري. فانا بقول لحضراتكم انه حسين لبيب النهارده مناشدته